تشهد منطقة مكة المكرمة حاليا حالة طوارئ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في تدفق السيول في عدة مناطق، حيث غرقت الشوارع في حي جبيل. ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. السيارات غرقانة بالكامل، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور بشكل كبير، كما همت السيول حظائر الإبل في جنوب مكة تحديدا في منطقة الجبل، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمرافق والأنشطة الزراعية في المنطقة. وفي محافظة بحرة الواقعة غرب مكة المكرمة اجتاحت السيول الجارفة العديد من المناطق، مما تسبب في قطع الطرق وتعطيل حركة النقل. وفي حي الراشدية تم قطع الطرق بسبب تراكم المياه في بعض الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى بعض المواقع الحيوية. السلطات المحلية تعمل على التعامل مع الوضع الطارئ، حيث يتم إغلاق بعض الطرق وتوجيه المواطنين للابتعاد عن المناطق المنخفضة والأماكن المعرضة للسيول. من المهم أن يتخذ الجميع أقصى درجات الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم في هذه الظروف الجوية القاسية. حيث تشهد المملكة العربية السعودية حاليا حالة جوية غير مستقرة أدت إلى هطول أمطار غزيرة ترافقت مع رياح شديدة وصواعق برق، ما أسفر عن حدوث سيول جارفة وأضرار مادية كبيرة. وفي العديد من المناطق خاصة من جدة تأثرت حركة المرور بشكل كبير نتيجة لتراكم المياه في الشوارع، مما أدى إلى غمر السيارات واحتجاز بعضها في المناطق التي شهدت تساقطا كثيفا للأمطار. الأمطار التي تساقطت كانت بغزارة غير معتادة، ما فاق قدرة شبكات تصريف المياه في المدينة. كما أظهرت الصور والتقارير الميدانية مشهدا غير مسبوقا من الفوضى، حيث تحولت العديد من الشوارع إلى بحيرات من الماء، مما تسبب في غرق العديد من المركبات في وقت كان فيه التنقل أمر بالغ الصعوبة وسط انتشار كثيف للمياه في الشوارع الرئيسية. هذا الوضع أدى إلى تكدس مروري خانق وزيادة حالة الازدحام على الطرقات، مما أثر بشكل كبير على حركة المواطنين ونقلهم من مكان إلى آخر. إلى جانب ذلك كانت الرياح العاتية التي وصلت سرعتها وبعض الأماكن انقطعت فيها الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية نتيجة للأمطار الغزيرة والرياح القوية، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للسكان في تلك المناطق. وفي ظل هذه الحالة الجوية الاستثنائية أصدر المركز الوطني للإرصاد تحذيرات بشأن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق، محذرا من جريان السيول وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة. بالإضافة إلى ذلك أشار المركز إلى أن الأمطار قد تصاحبها تساقط البرد في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى أضرار إضافية للممتلكات، وتشمل هذه التحذيرات بشكل رئيسي مناطق المدينة المنورة، بالإضافة إلى تحذيرات خاصة من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، حيث يتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة بانعدام الرؤية بشكل كامل في بعض الأوقات. كما طالت تحذيرات مناطق جازان وعسير والباحة، حيث ستستمر الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة والتي قد تؤدي إلى آثار الغبار والأتربة في بعض الأماكن. ومن المتوقع أن تشمل الأمطار كذلك مدينة مكة المكرمة، مما يزيد من احتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية للمواطنين. أما على مستوى البحر الأحمر فمن المتوقع أن تزداد سرعة الرياح السطحية، حيث ستتغير اتجاه الريح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة قد تصل إلى 40 كم في الساعة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في بعض المناطق، وهو ما يعزز خطر الرياح العاتية على المسطحات المائية في البحر الأحمر. في هذه الأوقات العصيبة وجهت السلطات تحذيرات للمواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة، وتجنب الخروج إلا في الحالات الضرورية القصوى، مع التأكيد على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن المنخفضة لتجنب مخاطر السيول. ومن المتوقع أن يشهد البحر الأحمر ارتفاعا في الموجات من نصف متر إلى متر ونصف، مع حدوث العواصف الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي من البحر. يتوقع أن تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة، وقد تصبح مضطربة نتيجة الرياح القوية والعواصف الرعدية. في هذا السياق نناشد الدولة المواطنين بتجنب التواجد في المناطق المعرضة للخطر مثل الأودية والمناطق المنخفضة.